بيبدأ الفيلم ببنت روسية اسمها أنيا وهي بتصحى من النوم على رسالة من صاحبتها، وبيكونوا الاتنين دول بيقضوا الويك اند في دولة المغرب، وبيقولوا لها ان هم مستمتعين بالرحلة وبالجو وكانوا نفسها انها تقضي الاجازة معاهم. فبتقول لهم أنيا انها سافرت المغرب 3 مرات قبل كده، وبتوصف لهم قد ايه هي دولة عربية جميلة وفيها اماكن سياحية كتير جدا. وبتبدأ أنيا روتينها المعتاد وتعمل شوية تمارين رياضية، وبنعرف إنها بتشتغل قاتلة محترفة في المافيا الروسية، ومعظم مهمتها هي قتل رجال الأعمال اللي بيتاجروا بالبشر وبيغتصبوا البنات. وبعد شوية بتتصل بيها واحدة صاحبتها وبتطلب منها إنها تفتح التلفزيون وتشوف الأخبار. فبتفتح أنيا التلفزيون وبتشوف مذيعة في الأخبار بتتكلم عن جريمة قتل بشعة حصلت لبنتين من روسيا في جبال المغرب، والمجرمين دول صوروا فيديو للبنتين وهم بيغتصبوهم وبعد كده قتلوهم بدون رحمة. فبتتصدم أنيا أول ما بتشوف صور البنتين لأنهم بيطلعوا صاحبتها اللي كانوا بيقضوا الويك إند في المغرب، فبتقرر إنها تنتقم لهم وبتروح تقابل واحدة صاحبتها اللي بتشتغل معاها في المافيا، وبتطلب منها انها تعمل لها باسبور مزيف علشان تسافر بيه المغرب عشان محدش يعرف هويتها، عشان تقتل المجرمين اللي قتلوا صاحبتها، وده لانها بتشتغل في المافيا واكيد مطلوب القبض عليها. فبتديها صاحبتها موبايل وبتقول لها انها تروح لعنوان معين وهناك هتقابل واحد من المافيا وهو هيساعدها انها توصل للمغرب بسهولة، وكمان هيعرفها على اشخاص في المغرب هيساعدوها في مهمتها. وبالفعل بتروح أنيا للعنوان اللي عطته لها صاحبتها وبتوصل عند مخزن قديم وبتقابل واحد لابس خوذة وبيعرفها انه هو مساعد رئيس المافيا وانه هو هيساعدها في مهمتها. فبيديها شنطة فيها باسبور بهوية مزيفة وبقول لها ان المجرمين اللي قتلوا صاحبتها 3 اشخاص، واحد منهم موجود في ولاية فلوريدا والاتنين الباقيين في المغرب. وبعد اسبوع بنشوف فريق من المخابرات الامريكية بقيادة النقيب ريتشارد وبيكونوا بيراقبوا واحد من المجرمين اللي قتلوا البنتين، ولما بيخترقوا الكمبيوتر بتاعه بيلاقوا انه منزل فيديو لقتل البنتين علشان يسوق سمعة المغرب في كل دول اوروبا. وفجأة بتدخل أنيا على المجرم في شقته وبتقتله وبتهرب من المكان بسرعة. فبيشوف النقيب ريتشارد وبيأمر رجالته ان هم يطاردوها ويقبضوا عليها بسرعة، ولكن لحسن حظها بتقدر انها تركب المركب وبتهرب في البحر وبيفشلوا حتى ان هم يحددوا هويتها. وفي نفس الوقت ده بيكون في يوتيوبر مشهور اسمه فرينس بيقضي الويك اند بتاعه في المغرب وبيكون بيلعب جولف مع جاك مدير اعماله وبيساله عن الارباح اللي حققوها الشهر ده، ولكن فجأة بيتصل بيه حكيم مدير السوشيال ميديا بتاعه وبيقول له انه عامل له حفلة في الفيلا بتاعته وهيجيب له بنات كتير علشان يستمتع بوقته. فبرحب فرنسي بالفكرة وبنعرف انه شخص سيء وبيحب انه يغتصب البنات ويعمل معهم علاقات مشبوهة. وكمان بنكتشف ان حكيم هو اللي خطف البنتين، هو اللي سلمهم لل3 بنات اللي اغتصبوهم وقتلوهم. وبعدها بيتكلم جاك مع فرينس انه هو بيبارك له انه هو وصل ل10 مليون مشترك على اليوتيوب، ويقول له انه هو هيجيب له هدية فريدة من نوعها، والهدية انه هو هيعرفه على ال3 بنات اللي بيلعبوا جولف قدامه. فبوافق فرينس وبروح يتكلم مع ال3 بنات، وبعد شوية بيرجع ومعاه 2 من اللي كانوا بيلعبوا لأن صاحبتهم التالتة رفضت إنها تروح معاهم. فبيتعرف البنتين على فرانس وبيتصوروا معاه، ولما بيعزمهم على حفلة بالليل بيوافقوا من غير تردد لأنه هو شخصية مشهورة. وبيروحوا يتكلموا مع صاحبتهم التالتة وبيحكوا لها اللي حصل، فبتنصحهم إن هم ما يروحوش الحفلة دي لأنهم ممكن يتعرضوا للاغتصاب، خصوصا إن هم ما يعرفوش فرانس شخصيا. وقبل ما تكمل كلامها بيقولوا لها إن ده تفكير معقد لأن فرانس يوتيوبر مشهور وأكيد خايف على سمعته ومستحيل يأذيهم. وفي الوقت ده بتوصل أنيا للمغرب علشان تكمل مهمتها وتقتل المجرمين اللي قتلوا صاحبتها، وبيجي لها رسالة من المافيا بيعرفوها ميعاد الحفلة بتاع فرانس وإنها لازم تروح هناك علشان تدور على حكيم لأن حكيم ده هو اللي خطف صاحبتها وسلمهم للمجرمين. وبالفعل أنيا بتروح الحفلة علشان تدور عليه، وبالصدفة بتشوف فرانس وهو في أوضته وبيكون معاه واحدة من البنات اللي عزمهم في الحفلة وبيكون واضح عليه إنه هو ناوي يغتصبها. وفي الوقت ده بيجمع لها واحد من الحراس لأنها دخلت الحفلة من غير دعوة، ولكن بتضربه وبتهرب بسرعة. وفي الوقت ده بيكون فرينس في أوضته وبيغتصب البنت اللي معاه غصب عنها وبيحصل زي ما صاحبتها توقعت. وتاني يوم بتعرف أنيا مكان حكيم وبتروح تقابله على أساس إنها مدرسة تاريخ وبتطلب منه إنه هو يفسحها في المدينة مقابل 50,000 دولار. فبيوافق حكيم طبعا وبقول لها إن المغرب أفضل دولة عربية هتشوفها لأن هي فيها معالم سياحية كتير جدا. وفجأة بتسمع أنيا صوت بنت بتصرخ وبتطلب المساعدة، فبتقول لحكيم إنها داخلة الحمام، فبتروح لمصدر الصوت عشان تساعد البنت وبتلاقي الحراس بيحاولوا ان هم يغتصبوا بنت صغيره قدام اخوها، فبتهجم عليهم وبتقتلهم بدون تردد. وبعدها بترجع لحكيم مره تانية وبتطلب منه انه يوديها الغابه علشان تصور المناظر الطبيعيه
وتعمل بحث كامل عن تاريخ المغرب. فبيوافق حكيم، وأول ما بيوصلوا بتسأله عن جريمة البنتين اللي ماتوا من روسيا، ولكن مش بتقوله إن هي صاحبتهم عشان ما يكتشفش إنها عايزة تنتقم منه. فبقول لها إن الجريمة دي أبشع جريمة حصلت في المغرب في آخر فترة، لأن المجرمين اللي قتلوا البنتين اغتصبوهم الأول وعملوا فيديو ليهم وهم بيقتلوهم بدون رحمة. فبتقطع كلامه وبتطلب منه إن هو يوريها مكان الجريمة بحجة إنها عندها فضول عايزة تعرف كل حاجة عن الجريمة وتكتب عنها مقال على السوشيال ميديا. وفي الوقت ده بيكون النقيب ريتشارد في اجتماع في مقر المخابرات الأمريكية، وبيشرح للمسؤولين تفاصيل الجريمة اللي حصلت في المغرب، وبيعرفهم إن الثلاثة المجرمين دول أصلهم من أمريكا. ولما عمل تحريات عن الموضوع عرف إن في قاتلة محترفة اسمها أنيا بتدور عليهم علشان تقتلهم، لأن البنتين اللي ماتوا دول يبقوا صاحبتها، وبناء على كده لازم يجمع فريق وسافر المغرب وعلشان يقبض عليها لأنها متهمة في 30 قضية قتل، منهم قتل وزير الدفاع السابق. وبعد ما بينتهي الاجتماع بيتكلم رئيس المخابرات مع روز المسؤول عن تحليل البيانات، وبيطلب منه انه يتواصل مع الحكومة المغربية لأنه وصل له خبر ان أنيا مع حكيم وعلى الأغلب انها تقتله، لأنه هو اللي خطف صاحبتها وسلمهم للمجرمين اللي قتلوهم. وفي نفس الوقت ده بتكون الشرطة المغربية بتحقق في جريمة الحراس اللي قتلتهم أنيا، وبتوصل المحققة سليمة وصاحبها جواك لموقع الجريمة، وبيحققوا مع البنت اللي كانوا الحراس عايزين يغتصبوها. فبيكلم أخوها وبيقول لهم إن الحراس كانوا عايزين يغتصبوا أخته لحد ما جت واحدة شعرها أصفر ودفعت عنها وقتلت الحراس ومشيت. وبعدها بيروح المحقق جواك لمأمور الشرطة وبيعرفوا آخر التطورات في قضية قتل الحراس. فبيطلب منه المأمور إنه هو يمسك القضية مكان سليمة، لأن سليمة متهورة جدا ودايما بتسبب في المشاكل للشرطة قدام الإعلام. وقبل ما يكمل كلامه بيرفض جوان وبقول له إنه سليمة تبقى صديقته المقربة وإنها ذكية جدا وعندها قدرة عالية على الاستنتاج، ده غير إنها حلت جرائم قبل كده بسهولة، وخصوصا إنه هو محتاجها في القضية دي لأن أنيا هي المشتبه فيها في القتل، وأنيا دي تبقى قاتلة روسية محترفة ومن ضمن المافيا الروسية وصعب يقبضوا عليها طبعا بسهولة. فبيوافق المأمور، ولكنه بيهدده لو اتكلموا في القضية دي قدام الإعلام هيرفدهم هما الاتنين، لأن ده هيأثر على السياحة في البلد جدا وهيخلوا الأجانب يخافوا يجوا المغرب. وبيعرفوا إن المخابرات الأمريكية بعتوا فريق عشان يقبضوا على أنيا، وإنهم لازم يتعاونوا معاهم علشان يحلوا قضايا القتل المتكررة اللي بتحصل دي. وبنرجع تاني لأنيا وهي مع حكيم، وبيكونوا وصلوا للمكان اللي حصل فيه جريمة القتل، وبتتأثر أنيا وبتعيط لأن أصحابها ماتوا بطريقة بشعة، وبتكون حاسة بالذنب ناحيتهم لأن هي لو كانت معاهم في المغرب كانت هتقدر تحميهم من المجرمين دول. وفجأة بيجي لها رسالة على الموبايل من رقم مجهول وبيعرفها إن الشرطة المغربية عرفوا مكانها وجايين علشان يقبضوا عليها. فبترمي التليفون في البحيرة وبتقرر إنها تقتل حكيم علشان تنتقم منه. وبعدها بتيجي رسالة لحكيم على الموبايل بتاعه وبيكون واحد صاحبه وبيعرفه إن أنيا بتشتغل في المافيا الروسية وعايزة تقتله، فبيطلع يجري في الغابة على أمل إن هو يهرب منها. فبتطرده أنيا لحد ما بتوصل له وبتضربه على دماغه وبتوقعه على الأرض، وبيحاول حكيم إنه يدافع عن نفسه بيضربها بخشبة في رجليها وبيطلع يجري. وعلى الجانب الآخر بيكون فرينس اليوتيوبر المشهور بيتكلم مع الحارس الشخصي بتاعه وبيسأله عن علاقته بحكيم وإيه السبب اللي بيخليه ينفذ أوامره دايما بدون نقاش. فبقول له إن حكيم صوره فيديو وهو بينفذ جرائم قتل علشان يبتزه ويخليه دايما ينفذ كل أوامره، وبقول له إن حكيم صوره وهو بيعمل علاقات مع ستات كتير علشان يهدده وياخد منه 10 مليون دولار. فبتعصب فرينس وبيفهم إن حكيم كان بيجيب له البنات علشان يصوره، وبيقرر إنه يتفق مع جون إن هم يقتلوا حكيم بعد ما يتأكدوا الأول إن الفيديوهات بتاعتهم اتمسحت تماما، وده عن طريق هاكر هيدفعوا له فلوس مقابل إنه يمسح الفيديوهات دي. بنروح بعد كده للمحققة سليمة وصديقها جواد وبكونوا وصلوا للمكان اللي أنيا كانت فيه وبيلاقوا الموبايل بتاعها في البحيرة، فبقرروا إن هم يدوروا عليها في الغابة علشان يقبضوا عليها. وبيجي الليل وبنشوف حكيم إن هو قدر يخرج من الغابة وبخش بيته وهو مرعوب، وبيتصل على فرانس وبيطلب منه إن هو يبعت له فلوس علشان يهرب من المغرب قبل ما أنيا تقتله. فبيرفض فرانس وبيقول له إن هو عرف خيانته ليه وإن هو كان بيصوره وهو بيغتصب البنات علشان يبتزه وياخد منه فلوس. فجأة هنا بتدخل أنيا وبتحط السكين على رقبة حكيم وبتهدده إنها تقتله علشان تنتقم لصاحبتها، وكمان هتصوروا فيديو علشان يكون عبرة لكل الناس اللي بيغتصبوا البنات وبتقتلهم بدون رحمة. وفي الوقت ده بتوصل سليمة وجواد لبيت حكيم، وأول ما بيشوفوا أنيا بيطلبوا الدعم وبيقرروا إن هم يقتحموا البيت. وبيجي في الوقت ده جون وبيضرب جواد وبيفقد الوعي وبيشيل سليمة وبيرميها جوه بيت حكيم علشان يحسسه بالأمان ويفهمه إن هو جاي يدافع عنه. فبتهجم عليه
حوالي أنيا وبتحاول تقتله، ولكن جون بيكون أقوى وبيوقع على الأرض وبياخد السكينة من حكيم علشان يتخلص منها. وقبل ما يقتلها بتجيله رسالة من فرانس وبيقول له فيها إن هو مسح الفيديوهات اللي بيحددوا حكيم بيها، فبتتغير هنا ملامح جون وبيقتل حكيم علشان يتخلص منه نهائي. فبتستغل أنيا الفرصة دي وبتهجم عليه علشان تقتله، ولكن لسوء حظها بتضربها سليمة على دماغها وبتفقدها الوعي تماما. وتاني يوم بتفوق أنيا وبتلاقي سليمة ربطها في الكرسي وبتقول لها أنت قتلت 4 أشخاص بسهولة خلال 24 ساعة بس، وده شيء صعب خالص إنه يحصل في المغرب لأن دولة المغرب معدل الجريمة فيها منخفض جدا. فبتقطعها هانية وبتقول لها أنا مش مهتمة بكلامها أصلا لأن هي بتشتغل في المافيا بقالها 10 سنين وقتلت أكتر من 300 شخص، وبتعرفها أن كل مهمتها بتعتمد على قتل العصابات والرجالة اللي بيغتصبوا البنات، والسبب ده هو اللي بخليها تيجي المغرب علشان تنتقم من حكيم لأنه هو اللي خطف صاحبتها وسلمهم للمجرمين اللي اغتصبوهم وبعد كده قتلوهم. وبتطلب منها كمان إنها تنضم معاها للمافيا لأن ده الطريق الوحيد اللي تقدر فيه تغير العالم وتنتقم من الأشرار. فسليمة بتقول لها كل اللي حصل ده مش مبرر ليها إنها تقتل الناس، وإن في قانون البشر ماشيين عليه، وإنه لو ما بقاش القانون ده موجود مش هيبقى في فرق بين البشر والحيوانات. ولما بتلاحظ أنيا إن في عربيات تبع المخابرات الأمريكية جايين عليها بتفك إيدها من الكلبشات وبتخنق سليمة وبتنصحها إنها تتخلى عن تفكيرها ده لأن تفكيرها ده عقيم، لأن في جرائم بشعة ما ينفعش إن هو يكون فيها رحمة أو شفقة. وبعدها بتخلي سليمة تفقد وعيها وبتهرب أنيا بسرعة قبل ما المخابرات يقبضوا عليها، ولكنها بتلاقي النقيب ريتشارد بيطاردها وبتلاقي نفسها متحسرة وواقفة على حافة سور عالي. وبيحاول ريتشارد إنه يتكلم معاها بهدوء وبقول لها إن هو عارف إنها عملت كده علشان تنتقم لصاحبتها اللي اتقتلوا بطريقة بشعة، ولكن ده ما يدهاش الحق إنها تقتل الناس بدون محاكمة. فبتتجاهل أنيا كلامه وبتنط من على السور وبتقع في البحر. وبعدها بيتكلم روزي مع سليمة قدام ضباط المخابرات وبيحقق معاها بخصوص جرائم القتل اللي حصلت، وبيسألها لو كان حكيم هو اللي عمل كل جرائم القتل اللي حصلت، ولكن قبل ما تجاوب بتقول له إن أنيا هي اللي عملت كل ده. بتلاحظ إن هو بيغمز لها بعينيه، فبتفهم هنا إن هو مش عايز يورط أنيا في القضية. فبتقول له إن حكيم هو السبب في كل جرائم القتل اللي حصلت في المغرب. وبعد التحقيق بيتكلم معاها على انفراد وبتسأله هو ليه بيدافع عن أنيا مع إنها بتشتغل في المافيا. فبيعترف لها روز إن هو بيشتغل في المافيا هو كمان، وهو اللي كان بيساعد أنيا كل ما الشرطة تقرب منها، وده لأن هو شايف إن طريقتها مش غلط لأن هي بتقتل العصابات والمغتصبين اللي بيأذوا الناس. وبيعرفها إن هو اتعلم حاجات مهمة جدا من خلال شغله مع المافيا، واللي هي إن هو يقدر يقف قصاد الشر حتى لو بشكل غير قانوني طالما في الآخر هيساعد الناس، وكده هيساهم في تحسين العالم وتطهيره من المجرمين. فبيلاحظ روز إنها اقتنعت بكلامه فبيديها الكارت بتاعه عشان تكلمه لو احتاجت مساعدة. وبيمر بعد كده 3 شهور وبنشوف سليمة وهي في الفندق اللي فيه فرانس وبتتكلم معاه على أساس إنها واحدة من المعجبين بتوعه ومتابعة قناة اليوتيوب بتاعته. فبقول لها فرانس إن هو أعجب بيها وبيعرض عليها إنها تطلع معاه الأوضة علشان يعمل معاه علاقة. فبتوافق سليمة بدون تردد، وأول ما بتطلع الأوضة بتقتله وبترميه من فوق سطح الفندق علشان يبان إن هو انتحر. وبنعرف ساعتها إنها انضمت للمافيا اللي فيها أنيا وقتلت فرانس لأنه هو بيعتبر واحد من اللي بيغتصبوا البنات. وهنا بيخلص فيلمنا. ما تنساش تقول لي رأيك في الفيلم في التعليقات.